كشف موقع عسكري أن المغرب والولايات المتحدة توصلا لما يشبه خارطة طريق عسكرية جديدة يتوقع أن تظهر للمرة الأولى ضمن وثائق ميزانية الدفاع أو قانون المالية الأمريكي لسنة 2027. وأظهرت وثيقة أصلية تم نشرها داخل الكونغرس الأمريكي خارطة طريق لتطوير التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن. وتشير المعطيات إلى أن هذه الوثيقة ستدخل حيز النقاش الرسمي داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، حيث يمكن أن تطرح تعديلات أو إضافات قبل المصادقة النهائية عليها. ولتفاصيل حول هذا السياق معنا الآن مباشرة من الرباط مراسلتنا عفاف بوشيخي. أهلا بك عفاف. إذن عفاف، هل بالفعل ما يقال عنه في هذا الإطار أن الولايات المتحدة والمغرب هنا ليس فقط ربما يجددان شراكة عسكرية، بل هناك انتقال لهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي أعمق؟ في الواقع الوثيقة التي ظهرت في واشنطن تتحدث عن اتفاقية دفاعية تؤسس لخارطة طريق بين المغرب والولايات المتحدة، وبالفعل هذه الاتفاقية دعني أقول أن التوقيع عليها كان قد تم شهر أبريل الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن عقب زيارة وفد عسكري مغربي مهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في حينها لم يتم الكشف عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بخارطة الطريق الجديدة التي وللإشارة تغطي الفترة الزمنية 2026-2036، أي على مدى 10 سنوات. في الوثيقة الجديدة التي حملت مجموعة من التفاصيل نجد أن الموازنة الجديدة الأمريكية المتعلقة بالسنة المقبلة سيدرج فيها البند المتعلق بالتعاون الدفاعي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيحيل وزير الدفاع الوثيقة على الكونغرس من أجل المشاركة من أجل المناقشة، مع تقديم وثيقة أخرى تؤكد آليات وتشرح كيف سيتم تفعيل هذه الوثيقة وتعزيز التعاون العسكري الاستراتيجي بين واشنطن والرباط.